بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده ان شاء الله من عند الطيور، من عند الفراخ بتاعتي، البلدي الهجين. ما شاء الله ولا قوه الا بالله. انا كنت صورت لكم فيديو من حوالي اسبوع ان الفراخ بتاعتي كانت تعبانه، وهم فعلا يعني كانوا زي ما انتم كنتوا شايفين، كانوا يعني وضعهم بصراحه كان يا عيني حاجه كده على مفاجاه، وكانوا تعبوا بدون اي مقدمات وبدون، مش هقول لكم ان انا مقصره فيهم، بدون اي حاجه خالص خالص. لقيتهم تعبوا مره واحده. بس في الاول كده بحب اقول لكم، لو انتوا اول مره بتزوري قناتي يا ريت تشتركي معايا في القناه وتنوريني، ولو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، وانا متاكده ان انتوا هتستفادوا منه، ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو. نقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف انا عملت ايه. الفراخ بتاعتي كانت تعبانه، كان عندهم اسهال بني مرة واحدة كده. كانوا كويسين وتمام وزي الفل وما شاء الله، يعني كانوا حلوين جدا جدا ومش مهملة فيهم. يعني أنا أصلا بحب تربية الطيور وبحب إن أنا أوليهم وأقعد معاهم. فلقيتهم تعبوا عندهم إسهال بني على طول. اضطريت مضطرة إن أنا أروح أجيب علاج بيطري. فروحت جبت علاج بيطري من عند الصيدلية البيطرية عادي، من عند الدكتورة البيطرية. بس للأسف العلاج ما جابش نتيجة خالص خالص خالص، وكنت زعلانة جدا جدا بصراحة عليهم طبعا. لأنهم ما شاء الله يعني زي ما انتم شايفين حجمهم بقى حلو وسنهم حلو، فزعلت طبعا جدا جدا عليهم. فواحدة صاحبتي ربنا يكرمها قالت لي، انا كنت خلاص مش هصور، قالت لي لا صوري، وبرضو عرفي البنات اللي معاكي في القناه ان الفراخ عندك تعبانه وان انت جبت لهم علاج اللي انت جبتيه وكده ووريه. فعملت فعلا الفيديو ده وحطيت العلاج لمده 3 ايام، العلاج البيطري اللي انا كنت جايباه. مفيش تحسن، مفيش اي جديد انا ملاحظاه، بل بالعكس ملاحظه ان الفراخ بتموت. في منهم مات، مش هقول لكم لا ان مفيش ما ماتش، لا في منهم مات. وان الفراخ كل يوم حالتها بتسوء اكتر من اليوم اللي قبليه، يعني في تدهور، مش في تحسن. فبجد بجد جالي تعليق فرحني جدا جدا، وقلت اجرب. كده كده هما بيموتوا، يعني انا خسرانه، هخسر ايه تاني؟ فانا هقول لكم على التعليق اللي جالي وازاي عالجت الفراخ بتاعتي من الحمد لله والشكر لله من الاسهال البني. وبعد الاسهال البني لقيته بقى ابيض. فبجد يعني، وانا عارفه ان الاسهال الابيض دون كارثه بمعنى الكلمه. فالحمد لله الحمد لله عالجتهم. بس كده في الاول، قبل بقى كملي معايا الفيديو للاخر، هعمل لكم بقى شويه تشويق. كملي بقى معايا الفيديو للاخر. في الاول كده زي ما انتم شايفين الفرشه تحتهم هي ناشفه، بس عايز، بصوا هي ناشفه اهي، مش طريه ولا حاجه، بس عايز يتكنس تحتها. فانا هكنس وهرش الجير وهرش التبن، وانا ما رضيتش احط لهم اكل ولا ميه غير لما اكنس وانضف تحتهم. فهكنس وانضف تحتهم، وبعد كده هنرجع نكمل نشوف هنعمل ايه ونحط لهم ايه، علشان الحمد لله اتحسنوا بالشكل ده. بعد بقى ما كنست، انا كنست خالص والارضيه جبتها على البلاط خالص اهو. قبل بقى ما احط التبن لازم احط الجير مطهر يقتل اي ميكروب، بيحمي، بيحافظ على السقف يعني والصبه وكده. وكمان حلوه قوي 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 للفراخ وللطيور والحاجه اللي عندك وكده. اهو هبدا كده بقى ايه، بصوا ارش كده على الجدران وعلى الارضيه، ولو الفراخ نقرت فيه مفيش اي مشكله خالص اهو. ودايما بيحافظ، يعني انتوا شوفوا لما جيت اكنس كانت الفرشه تحتهم ناشفه، ما كانتش مبلوله. دايما بيحافظ على يعني ان الفرشه تكون تحتهم ناشفه اهو. افرش كده طبقه من الجير اهو عشان ايه، يطهر برضو المكان، عشان هم اصلا يعني خارجين من تعب وكده، فيقتل اي ميكروب واي حاجه على الحيطه وعلى الجدار اهو. وعلى الطوب برضو احط كده اهو. بس كده الارضيه بقت كلها، شوفوا كلها جير. وبعد الجير، بعد بقى ما رشيت الجير هرش التبن.
تبن او نشاره او اي حاجه. ناس كتير بتسالني على التبن بتجيبيه منين؟ بجيبه من عند تاجر الاعلاف، وهو انا كنت شاريه الكيلو كنت جايباه اللهم صل على النبي، الكيلو ب4 جنيه بس. يعني عارفين بكميه حلوه لان هو خفيف، يعني بيدي معاكي كميه كتير. يعني انا جايبه مثلا 5 كيلو ب20 جنيه بس، بيقعدوا عندي فتره طويله جدا جدا. اهو هبدا افرش لهم الارضيه تحتهم كده تب، علشان احنا داخلين على الشتاء والجو ما يبردش وهما مش ناقصين يتعبوا. يعني الحكايه الواحد عمال يعني يقول يا رب سلم كده، وربنا يا رب يشفيهم ويبارك لنا في حاجتنا جميعا. انتوا عارفين ان احنا لما الحاجه بتتعب بجد بجد الواحد بيبقى زعلان خالص خالص خالص. يعني فتره تعبهم ده هي والله يعني شوفوا انا بطلع لهم مرتين في اليوم، لا انا كنت بطلع لهم مره واحده لان انا عارفه ان انا هطلع هلقى حاجه ميته، تعبانين شكلهم مش عاجبني، فكانوا بيصعبوا عليا. كده خلاص فرشت لهم اهو، هحط لهم الاكل وهنيجي نكمل مع بعض. بعد يا حبايبي ما حطيت لهم الاكل اهو، انا باكل الفراخ عندي علف على دشيشه. بدات ادخل لهم نسبه من الدشيش علشان خاطر لما اجي اسحب منهم العلف ما ينقروش في بعض. هما دلوقتي ما شاء الله يعني معديين ال40 يوم، يعني ما شاء الله ولا قوه الا بالله، داخلين على الشهرين او 50 يوم كده تمام. وحطت لهم الميه اهي. الميه بقى بالمكون اللي هو بصراحه اللي عالجهم، اللي انا حسيت من بعدها ان هم اتعالجوا. وفعلا اللي كتبت لي التعليق ده هي قالت لي جربيه وهتدعي لي، وانا فعلا بدعي لها واقول لها ربنا يكرمك ويبارك لك ويزيدك. وفعلا زي ما انا دايما بقول لكم احنا بنستفيد من بعض. انتوا ممكن تستفيدوا مني بحاجه لو معلومه بسيطه، وانا كمان فعلا بستفيد منكم وبستفيد من كلامكم، وبكسب دعواتكم وبكسب حبكم ليا. فانا عشان ما اطولش عليكم انا حطيت، هي كانت كاتبالي، انا يعني بعترف ان ده مش شطارتي، انا عرفتها منها، ربنا يكرمها ويبارك لها يا رب ويزيدها. قالت لي حطي 2 سنتي كلوركس على لتر ميه. 2 سنتي كلوركس اللي هو الابيض اللي احنا بنجيبه للغسيل الهدوم بتاعتنا، الهدوم البيضة. بس كلوركس بقى اللي هو الكلوركس، مش الكلور اللي بيتباع بره في عند بتوع الصابون وكده. لا انا بعت ابني، انا بص انا والله العظيم انا قلت هما كده بيموتوا. فلما لقيتها كاتبالي 2 سنتي كلوركس على لتر الميه وادعي لي بقى. فبصراحه قلت اجرب، هما كده بيموتوا، انا مش هخسر حاجه، انا كده خسرانه. فبصراحه من يوم ما حطيته اللهم صل على النبي بقوا حلوين جدا جدا، وحسيت ان هما بيتحسنوا وما عادش في حاجه بتموت. اللي كان كمشان بفضل الله، يعني بعد ربنا هي فضلها بجد والله. فانا حابه ان انا اقول لها ربنا يكرمك ويزيدك ويبارك لك ويجازيك كل خير. بجد بجد والله الحاجه هي ان اللهم صل على النبي. كانت الديوك كان العرف بتاعهم كان بقى ابيض، يعني عارفين ان هو بدل الاحمر كده بقى ابيض. كنت حسيت خلاص ان هي يعني، واللي مات وما بياكلوش بقيت احط لهم الاكل والدواء ما يرضوش خالص خالص يقربوا ليه نهائي. كان بصراحه حالتهم صعبه جدا جدا. انما دلوقتي ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله تحسنوا كتير خالص خالص. وبقوا احسن. انا العلاج البيطري ما عدتش بحط منه، انا من ساعه ما هي قالت لي 2 سنتي، انا بقولها تاني اهو 2 سنتي كلوركس ابيض على لتر ميه بحطه لهم. بس انا حابه اعرف بقى احط لهم مده قد ايه، علشان برضو يعني لو هي شافت الفيديو ده يا ريت تكتب لي في التعليقات وترد عليا احط المده قد ايه، لان انا لسه بحط لهم برضو ال2 سنتي الكلوركس على لتر الميه. ما شاء الله حلوين جدا، وفعلا انا دعيت لها من كل قلبي ان ربنا يكرمها ويجازيها كل خير على اللي هي بجد بجد عملته معايا. فدي طريقتي ان انا عالجت بيها الفراخ من حالة التعب اللي كان مستعصي بجد والله عندهم. الحمد لله والشكر لله بفضل الله وبفضلها ان الحاجة عندي بقت تمام وكويسة. وبحط كمان للي عندي اللي هم الكبار اللي بيبيضوا، قلت بالمرة بقى كتحصينة كده للكل للسطح اللي عندي، علشان خاطر ما فيش حاجة تتعب او حاجة تلقط من حاجة، يعني فاهمين قصدي.
فربنا يا رب كده يبارك لنا جميعا ويملى بيوتنا بالخير والبركه. ده الفيديو بتاع النهارده. النظافه مهمه جدا جدا برضو زي ما احنا ما بنقول. شوفوا الجير والتبن تحتهم، وكمان الكلوركس في الميه جربوه. انا عن تجربه بقى، عن تجربه، ما شاء الله ما شاء الله، حلو جدا 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 جدا. ده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون استفدتم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناه لو انتوا اول مره بتزوروني. وشكرا لكم يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.